موقف أثر فيا. كنا رايحين رحلة تبع المدرسة بتاعتنا إلى مدينة رشيد. طبعا مدينة رشيد ده مدينة جميلة جدا، مش هنقول لكم عنها، طبعا كلكم عارفينها. فالمهم رايحين الرحلة. أنا شخص عندي فوبيا من المية، أو عندي فوبيا من الأماكن اللي أنا أحس إن المكان ده غويط تحت مني. ما اقدرش استحمل طبعا ابص على منظر زي كده. فالمهم اتفرجني على رشيد من بره والشوارع وتمام، كله تمام يعني. فجي ميعاد ان احنا نروح عند مسجد اثري في رشيد. ده بقى لازم المسجد ده نركب له مركب او عباره. فانا من رابع المستحيلات ان انا اركب المركب ده خالص. طبعا الفتره دي كان عندي سني لما يتجاوز 11 سنه او 10 سنين. فالمهم رحت وقلت للمدير كان معانا، او كان المشرف مش فاكر بالظبط. قلت له معلش انا هستناكوا هنا، طبعا انا مش من البلد، انا هستناكوا هنا وانتوا روحوا هناك زوروا المسجد وشوفوا الدنيا هناك، وانا هستناكوا هنا. ده من كتر الفوبيا، وطبعا انا اكاد ابكي من الموقف طبعا خالص. فلكن هم طبعا اصروا ان هم ياخدوني معاهم، وانا طبعا وانا قاعد في المركب انا بغمض عيني ودايخ وعايز ارجع وخايف جدا ومرعوب. ورحت هناك طلعنا نزلنا من العبارة أو من المركب، ونزلنا عند الجامع وصورنا واتفسحنا وركبنا الخيل. ونزلنا تاني. أي نعم الموضوع ممكن يكون إلى حد ما كسر جوايا خوف بعض ما، مش ما كسرهوش خالص طبعا. بس إنك تجازف إنك تمشي في حاجة غصب عنك عشان تكسر حاجة مخوفاك. على فكرة دي حاجة كويسة قوي وأثرت فيا وما نسيتهاش لحد دلوقتي. السلام عليكم.